بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا يا حلوين نعمل مع بعض الجمال والروعة واللمعة الجميلة. بص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا سبت يومين اللي بينزل التكتل ده الوش اللي كان عامله، سبت الجمال ده يومين كده في الصالة عشان الريحة، حاجة روعة، ريحته جميلة، كان عامل زي معطر الجو كده. بصراحة ما كملتش الفيديو، ما كنتش فاضية، فسبت يومين. الله اكبر، كان مليل البيت ريحة. بصي كل ما تقلبيه اصلا قوام بيتقل، وكان حاجة جميلة جدا جدا. النظافة بقى جربته، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. فكري ودبري ونبتدي الفيديو ونعمل مع بعض الجمال والحلاوة ده. شوفي بقى احلى برسيل جل يطلع معاكي، دي حاجة جميلة. بصي حاجة كده الله اكبر، سوبر لوكس، يعني سوبر لوكس، حاجة تبارك الله. تفتحي الكيس جايبها يعني الكيس ده تمنه 25 جنيه، هو مكتوب عليه 35 بس هو انا جايباه ب25. وبسم الله ما شاء الله 30 غسلة، يعني الكوباية بغسلة صح، نظافة وريحة وحاجة كده تبارك الله. الله اكبر. وفري ودبري وساعدي نفسك في الايام اللي استغفر الله العظيم فيها دي. بصي بسم الله ما شاء الله، محتويات الكيس عبارة عن عجينة او جل، والله اكبر، كيس لون، دي البودرة دي اهي، ده الكيس. بصي بسم الله ما شاء الله، يعملوا لك 5 لتر، حاجة كده جميلة. نفتح بقى وشوف قوامه، بسم الله ما شاء الله. اسهل من كده مفيش، اقل من 10 دقايق يبقى عندك برسيل جل. انا على بال ما يعني ايه قلت هجيب الازازة وافضي فيها، حصل معايا ظروف، مشيت مشوار وجيت بعد لقيت الشقة ريحتها جميلة. فضل الطبق كده كانت محطوط عندي في الريسبشن، لقيت الريحة الله اكبر، الله اكبر، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. بصراحة كنت عايزة اسيبه معطر جو يعني بالامانة، يعني من شدة ريحته وجمال اللون كان عاجب بنتي جدا. قلت لها ايه ده يا ماما، انا كنت فاكرة اللون هيطلع معانا نبيتي، بس بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة طلعت حاجة روعة. بصي دي اهم حاجة، التقليب بقى، قلبي كده قلبي، اللون الروز ده هيروح خالص وهيقلب معاكي بتنجاني تقيل، بتنجاني روعة، حاجة كده. انا من احباب الالوان وبعشق الالوان دي، يعني حاجة ما شاء الله. اللون الروز ده كان احنا فاكرين اللون هيفضل معانا روز بصراحة، بس ادانا نتيجة مبهجة مبهجة، لان انا كنت بتعامل مع اللي هو لونه بامبا. بس بقى كل ما تقلبي اللهم بارك. بصي عمل معانا ازاي الخلطة، قلبت معانا جيلي حلو كده. عندي شفتي دي 2 لتر وربع ولا ونص ونص ايه اللي على الازازة. بس اللهم صل على النبي. تنزلي بقى كده واحدة واحدة، تقلبي اهم حاجة، ايوه كده، شوفي التقليب المستمر كده. والازايز تفضيها 5 لتر فضيناهم، طلعوا معانا كده بالقوام ده. وانا عشان عندي هما ازازتين فهي الطبق فضل، لاني كنت عايزة حاجة افضي فيها. انتي بعد كده انا هوريك الفكرة وانتي حسب الحاجة اللي عندك. تبارك الله، اللهم صل على الحبيب، يعني حاجة جميلة جدا. من الحلوة اللي عملت له لايك وكومنت حلو زيها كده. واهلا وسهلا بكل حد زار القناة جديد وشرفنا، وان شاء الله القناة تكبر بيهم يا رب، ودايما من نجاح لنجاح مع بعض، ونكبر أسرة مع بعض كده بإذن الله تعالى. بس بسم الله ما شاء الله، حاجة كده يعني. شفتي تفضي الازاز زي ما انا ماشية كده واحدة واحدة. بص القوام معاكي حاجة كده لذيذة جدا. شايفة رغوته، الرغوة دي لما هبطت عملت معايا وش
كان من صعب ان انا فتته، عشان كده في اول الفيديو كان في تكتلات. التكتلات دي كانت من الوش بتاع مكان الرغوة، لان انا حصل ظروف ومشيت، فما شاء الله يعني حاجة روعة. بس قوامه عامل ازاي، تفضلي تقلبي باستمرار كده. التقليب ده بيطلع معاكي نتيجة ناجحة جدا. بتدمجي الخلطة كويس، بتخلي العجينة اللي هي في الكيس الجل ده تطلع معاكي كويس. بس فضي كده الازايز كده على طول على طول، وقلبي وقلب يا معلم بقى. قلب كده، قلب حاجة كده ايه، عسل 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 عسل. ده من الفوائد الحلوة جدا انك ما بتضيفيش اضافات. يعني ممكن فانيش، اللي تحطيه بقى كلوروكس، كلور. شفت بتحطيه في الغسيل. انا هنا ما فيش اضافات بقى، يعني ما شاء الله بينظف. قوة نظافة حلوة جدا. ولو عندك اطفال كده وحطيتيهم في شوية مية وغسلت كده، حاجة ما شاء الله. ده ايه، برسلجل الغسالات الفول اوتوماتيك. يعني بصي تفضلي ماشيه كده، بناتي عمالين يفضوا ازازه بازازه كده، تنزلي بالازاز واحده واحده كده. حاجه كده ايه، اللهم اكبر عليها. انا عايزاكي تجربي وتدعي لي دعوه حلوه ان شاء الله. هتلاقيه في عند كل محلات المنظفات، احسن لك وهيعجبك باذن الله تعالى. وتقولي الله يبارك لك يا ام نرمين ان شاء الله. بس بقى انا كنت فاكره بصراحه اللون هيفضل روز معايا. لما سبته اليومين ورحت اشوف لقيت القوام تقيل بالطريقه دي، انبهرت بالنتيجه. لان انا كنت على طول اعمله واستخدمه على طول بقى، فكان يعني ممكن ما تاخديش بالك من الفرق. يتقل ما يتقلش قوي بالطريقه دي، كان يبقى تقله حلو كده قوامه. بس المره دي بصراحه طلع معايا نتيجته مبهره. شفت انت لونه روزه هنا وكان ماشي باستمرار اللون روز. لكن تبارك الله تفاجأت بقى واللون اختلف وبقى بتنجاني. اللون بتنجاني عجب بنتي جدا. بصي، هو احنا كنا فاكرين هيفضل روز كده. بس بقى ايه، حاجة كده عسل 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 عسل. الرغوة دي نزلت عملت لي وش كده وقوام تخين كده. فانا قعدت افكك فيه، الله اكبر. عمل معايا التكتلات اللي انت شفتيها في بداية الفيديو. بس انت قدامك مفيش تكتلات ومفيش اي حاجة. هون اللهم بارك يا رب في كل حاجة حد بيعملها، وربنا دايما يحسن ما بين ايديكم. هتلاقي نتائج مبهرة بإذن الله تعالى. بس بقى النتيجة، بس الوش عامل ازاي زي ما قلتلك. شايفة؟ عايزاكي بقى لايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي في القناة وتوحدي الله. شوفي كمية الرغوة رسيت بقى عاملة ازاي، تحول معاكي للون تاني كأنك يعني بصي رسيت قد ايه. اصلا الرغوة كانت كميتها قد ايه في الطبق، وبصي سفيت بقت قد ايه. شوفي التكتلات ما فكتش. بس بصي اللون واللمعة والريحة، وجربته كمان النظافة. حاجة كده اللهم بارك. اشتركي لي في القناة ووحدي الله، يجعل لك مخرجا من كل ضيق بإذن الله. وأمانة عليكي كده تكتبي كومنت حلو ولايك حلو كده، وإن شاء الله جربي الفكرة هتعجبك بإذن الله تعالى وهتبهرك. ونظافة مبهرة إن شاء الله. سلام للي عندها أطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.